الأخلاق. بلقاء طيب يسوده الحب والود والاحترام المتبادل، حرصت القيادة التنفيذية برئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى أن يكون هناك لقاء ود وقلب مفتوح نستمع فيه إلى الرأي والرأي عامله مش علشان الكلمات ولا الشكر ولا الثناء. أنا عامل للمواطن المحلة الذي لا يعلم ما يتم في ايه اللي الدولة بتعمله خلال الست شهور أو السنة المنقضية، يبقى واضح للناس كلها. قبل ما أقول الكلمتين دول أنا بحيي وانضم لأسرة المحلة السيد اللواء مصطفى رحالة، يبقى إن شاء الله إضافة للمحلة. أنا زي ما بيقولوا كده، أنا رحت حي أول مرتين وحي تاني مرتين اجتماع للموظفين في وجود رئيس الحي، إن أنا مش مؤمن غير بحاجة واحدة بس: إذا ما كنتش أنا أخدم بقلب، وإذا ما كنتش أنا متعين علشان أخدم بدون مقابل، وإذا جه مقابل ده ممكن يبقى مادي وممكن يبقى إيه، الله يعينك، فده الله يعينك دي بالنسبة لي مقابل. وأنا ما تخيلتش إن أنا بشتغل 18 ساعة ما بروحش خالص، بيني وبين بيتي 3 ساعة أو طنطا، يمكن عشان أنا ما أعرفش أقول إلا الصدق وما أعرفش أتكلم إلا الصدق، والمواطن اللي بيجي لي ما بقولوش إلا الصدق، أو دي هقدر أو دي مش هقدر، وبسبب له وبقول له الأسباب. فأنا هو من شعب المحلة ذكي جدا، ذكي وذكي بالفطرة، فلازم أقول له حاجة أنا وش في وش يوميا، مش جاي لقطة وماشي، مش جاي بقول كلام وماشي، أنا في الشارع معاه مكتبي مفتوح، فبنقول له الحقيقة: مشكلة بلدنا، فلوسنا، مشاكلنا. بعد شهر تقريبا كانت مشاكل المحلة كلها شفتها بعيني على الأرض، وبدأنا نفكر إيه اللي يخلص بسرعة، إيه اللي يخلص بعدين، إيه اللي يخلص، إيه اللي يخلص. واللي بيعمل أي حاجة يصلح المحلة أنا إني معاه، واللي عنده مشكلة أو قدامه طرح للحل أنا معاه. مع العلم إنه يعتبر أنا معاه تطوع، إن أنا عندي السلطة والعلاقة إن أنا أكلم حد مش مرؤوس تابع ليا: اعمل يا باشمهندس عبد الله، تعالى بتاع كهرباء، تعالى. لأول مرة في مدينة المحلة، مش بلاش أقول لأول مرة، بقول إن إحنا بنحتاج المواطن كويس أوي. كهرباء لما قطعت عشان سيارة نزلنا على الشبكات، وبنزل الشبكات أنا برضه الشكر لشبكتي صدى المحلة وكلامنا، مش زي ما الناس دول شباب، ولازم يكون الشباب. رئيس الجمهورية قال: انت لو عندك محل او تجارة وعايز ابنك يديرها بعدين بيتعلمه. فبالنسبة لنا يا جماعة الشباب ده هو اللي هيسير البلد بعدين، لازم يبقى واعي، لازم يبقى فاهم. الناس دي بتنتقدني وبتصل بيها واقول لهم شكرا، لانه بيقولوا لي اماكن انا ما دخلتهاش، انا ما شفتهاش. القريب مني او اللي بيحتك بيا بمعنى اصح ما في مشكله، اللي لازم اروحها واشوفها واقعد لما احلها. السفينه مش هتوصل بره الامان. اذا ما كناش كل واحد فينا يصلح ما في ذاته مش هيتصلح المحل. لا يكفي 1 أو 2 أو 3 أو 4 أو 5. أنا متأكد إن هزعلكم دلوقتي بالأرقام اللي دخل في مدينة المحلة في خلال السنة المنقضية. أنا متأكد إن في ناس فيكم هتفاجئ. أكبر ما دخل المحلة في ال10 سنين في سنة كانوا 90 مليون أيام 2008
2008 كان 9 مليون اللي اتعمل لهم حديقه الامل ورفق الشارع والكلام ده، كان 9 مليون. هتشوفوا في خلال السنه دي دخل مدينه المحافظه. ال90 صفر على 72 باشمهندسه ناديه مع اسرع الاحداث. 3 سنين هنقول البلد فيها شبه توقف. 3 سنين المشاكل اللي كانت موجوده قبليهم زاد التعقيد. انا كابن بلد سيبكوا بقى من لواء ورئيس مدينه والكلام ده، يهمني انت كمواطن تفتح بيت بالشكل اللي يرتضيه المجتمع. بمعنى انا بايع جائز، انا جيت يا جماعه شفت شارع مثلا كان مقفول بلوك خالص، شفت العز الصغير كان بلوك خالص، شفت العزه كان شكله ازاي. ولو ايد على ايد بتسقف ما كانش شارع البحر ما لقيتش فيه ولا مرجحه، وكنت عملت للناس اللي فاتحه بيوت دي احسن من اللي هم حاطينه في شارع البحر. شارع حديقه الامل كنا عندهم صوان وقعدت هناك بدل الاسبوع 10 ايام. وكان انت كمواطن عندك عربيه ومن عليك القوم ما تجيش تقول لي انت سايب لي ده معاكسني ليه؟ وده يقول لك هو ده عشان راكب عربيه هيدوس علينا وناكل عيش. فانا اللي باخد حل وسط للمشكله، لكن هو ما يوقفني هنا مش البائع الجاي خالص. ده واحد لازم ياكل عيش. انا اللي يوقفني ان انا راجل الدوله ادتني واتعلمت وبقيت راجل معايا فلوس وابني مخالف فعلا بامانه، ده اللي يؤرقني. مبنى مخالف زاد 3 ادوار 4 ادوار، اقول بس كده وهنهي كلامي وهسيب كلامي ليكم وللساده المسؤولين. فاجع سعد الدين لما جبت الباشمهندس اسمه سعد بن سعد، عندي مشكله مجال. لما جينا نحل حل عايزين حته 900 متر عشان نعمل لهم محطه صرف، تتكلم زي ما تتكلم. طب ما فيش حته ارض الشارع ده بيكون لسه ما كملش. تخيلوا عايزين باشمهندس قاعد 150 مليون وشغل 6 شهور عشان تعليق ضريبه. هو هذا مش موضوع ولا بني شقه مخالفه او دور زياده. القصه ما بيفصلهاش على مستوى المحله ان واحد بنى شقتين، المصايب بقى اتكلم راسه لازم يتكسر، مجاري لازم هتضرب، لازم تجيب يوم من الايام وتتعمل. مجاري بيشتغلوا في ال10 متر بياخدوا لهم 3 شهور حفر وتركيب مواسير. وشوف شارع الجيش قعدت دي حته شارع بيحفروا كل يوم رايح جاي يعملوا خط وخط. فانا مساعد لكل واحد. في مسؤولين دلوقتي المحله الحيين اللي فيها جهاز النظافه خدوه وهم مسؤولين عن النظافه. الحي دلوقتي اكتمل. امكانيات جهاز النظافه يا فندم هنفتح الكلام. عايز اقول لك انا سايبها اكتمل الحيين بياخد اسم جهاز النظافه ومسؤولين عن تجميل ونظافه المنطقه بتاعتهم. الامكانيات اللي هنتكلم فيها كلنا، الامكانيات انا متفق انها محدوده او لا تكفي، وجايه في السكه في 26 مليون جايبيها معدات في خلال السنه دي وهيتعرض مخصوص على رئيس الوزراء من المحافظه. لكن من هنا لغايه ما جبنا المعدات احنا كطاقه بشريه عندنا حاجتين في ايدينا كتنفيذيين، والثالثه او الاهم بالنسبه للمواطن. يعني استاذ محمد عبد العظيم لما رحنا والناس اشتغلت طول الليل ورحت الصبح بعد العيد طلعتهم وجبتهم من البيت عشان يشتغلوا بعد صلاه العيد، كانوا بيطلعوا من قلب المجاري لفه قماش. هو نفسه اللي قال مش انا اللي بقول. فالمواطن اللي هو احنا علينا اتفضل يا استاذ. المواطن على دور واحنا علينا دور.
الامكانيات في جهاز النظافه بتتمثل في حاجتين: معدات وعربيات. وقسمنا الشوارع وقسمنا كمان الزباله، في اللي هيتشال على هيتشال مرتين، وفي اللي هيتشال مره، وفي اللي هيتشال 3 مرات. ولكن انت مفيش كوم زباله اسمه هيبين، اسمه مش هيتشال. لكن النهارده انا باجي اشيل الكوم ده، يعني في بعض المناطق زي السوق وزي سكه زبده العربيه بنحاول ننزلها العربيات ال 20 طن عشان تشيل الكمام الكبيره دي ما تخليهاش رايحه وجايه. شالوا معاه العربيه، بعد العربيه اهل الحته دول حطوا. انا لما تحسب عدد جهاز النظافه على المواطنين هتلاقي كل مواطن كل عامل على 200 واحد. الواحد في البيت لو عنده عيل مستقم الست بتقفم ظهرها. احنا كدوله مش دوله بطرونيه، احنا دوله كل جنايه بتمنع وشباب، فلازم نعوض دي حاجه. معلش انتوا كلمه خلتني اخدت اتجاه تاني. اي مشكله في مدينه المحله رئيس الحي المسؤول عنها مسؤوليه مباشره، ثم التنفيذ اذا كان بتاع صرف مياه وصرف صحي، اذا كان بتاع كهرباء. الذي لم يستجب انا موجود تحت امر كل مواطن، انا ادخل بالحل. انا مسؤوليتي تنسيق ما بين الساده رؤساء الاحياء، والمسؤوليه الاولى القرى لمركز المحل. الحي اللي بيعمل ترخيص، الحي اللي بيعمل ازاله، الحي اللي بيعمل الرصف، الحي اللي بيختار الشوارع اللي هتترصف، الميه والصرف الصحي هم المسؤولين عن الحاجه بتاعتهم. الكهرباء انا بقول المسؤوليات، الكهرباء هي المسؤوله عن السلعه بتاعتها بتبيعها. انا بقول هذا الكلام للتوضيح، ولكن انا في نفس الوقت لن اتخلى عن مشكله تحصل ما يحصلهاش اي مسؤول، بدأ من الساده رؤساء الاحياء وانتهى من الساده المتخصصين اذا كان تربيه وتعليم او صحه او الكلام اللي انا بقوله. بقول لك انا 18 ساعه ووصلت ان انا انهكت صحيا وبدنيا. عايزين بالنسبه للمواطن المحلاوي مش لازم رئيس المدينه ولا يحل المشكله. امتى يبقى مش المحافظ، امتى يبقى رئيس الجمهوريه المشير السيسي قاعد في المحله مش المحافظ. لما يبقى كل موظف بيقوم بدوره وبيقوم بشغله، يبقى كده رئيس الجمهوريه قاعد في المحله. لان لو كل واحد فينا قام بشغله قام بمهام وظيفته مش هعبق. وهو انا تحتيها موظف، اذا ما عملهاش انا بعملها. طب اذا كانوا 3 هشتغل شغل 3، طب 4 هشتغل شغل 4. ودي ما تبقاش منظومه لعمل. المشاكل بتاع انا هخلي الزعف المحل اللي بتعمل في المحله في خلال سنه اللي الدوله دخلته بالارقام، خليه بعد شكاوي الاخوه المواطنين خليها فاصل كده ونقول المحله اتعمل فيها 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 فيها. لما بحطها قدامي كده وبلاقي المواطن زعلان واللي كان كله سنه هنصور. بصوا يا جماعه انا من الراي ده ان يجب كل واحد في المحل يعرف يتفرج في بالك. حق كل واحد يبقى كله عارف المشكله. حق كل واحد يبقى عارف المشكله دي تنتهي امتى واسباب تطويل المده ليه اللي هو عارف. انا الصبح واحد خدني قال لي المجاري ضربه والبتاع ورحت رئيس الحي مش مهم انا حي، قال انا بخلص الساعه 3 فقال كلام ما كانش في بالي. قلت له اركب العربيه. صح المفروض اركب العربيه، بس منه السبب اللي جابني وقال لي وطلعت وشافوني ان انا اتكلم وضيع وقت. بشكركم. انا كل الاجهزه شغلتنا ووظيفتنا
المرة المليون، للخدمة وليس للوجع.